وصل اخيرا فرد جديد باقوى معالج في العالم سناب دراجون 8 اليت مع بطاريه مقبوله واي فاي 7 واعلى اصدار مساحه تخزين نزل يو اف اس 4.1 اعلى تردد رام 5333 ميجا هرتز واعلى اصدار بلوتوث نزل بلوتوث 6 وكل ده مع افضل شاشه هتشوفها الوان سطوع جوده محترمه جدا مش بتشوفها تحت $1000 بس هي موجوده في موبايل البوكو اف 7 الترا. هو نزل منه اصدار برو بس خلينا مع الالترا في الفيديو ده. كل العلم دي الاصدارات العالميه للريدمي كي 80 وكي 80 برو نفس المواصفات بس سعر اعلى. ويمكن اكتر حاجه هتعجبك جدا اول ما تشوف البوكو عن الريدمي هو التصميم الجميل ده. ونرجع لموضوعنا، استمتع وجهز اللايك والاشتراك ويلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع أقوى معالج في العالم سناب دراجون 8 اليت بدقة تصنيع 3 نانومتر وعلى تقييم انتوتو وصل 2,500,000 نقطة، ممتاز جدا ونازل لك بتردد 120 هرتز. بيقدم تجربة سلسة وسريعة جدا في الحركة والتنقل. وفي الألعاب بيقدم تجربة محترمة مع معالج الرسوميات. وفي بابجي طبعا بيقدم 120 فريم وهو في الأساس مخصص للألعاب أكتر من الاستخدام العادي مع تجربة صوت ستيريو جميلة. ولو بصينا على الشاشة هتلاقي الشاشة ممتازة جدا في سعره، مقاس 67 انش من نوع فلو اموليد بتدعم 68 مليار لون و اتش دي ار 10 بلس ودولبي فيجن. نسبة الشاشة لجسم الموبايل 89.3% والجودة 2K سطوع 3200 شمعة مع معدل تعتيم شاشة عالي جدا 3840 هرتز. والمميز طبعة حماية قوية باسم بوكو شيلد جلاس مع شهادات حماية العين والتوهج والجفاف. من الاخر شاشة متكلفة والتصميم جميل افضل من كي 80 برو. جزء الكاميرات تحسه تحفة فنية ماشي بتناسق حلو مع رسمه الكاميرات. الظهر نازل بكيرف جميل لحد الفريم وهو الومنيوم ومسطح بس نازل بكيرف خفيف لحد الشاشه. الغريب انه نازل بسمك كبير شويه 8.4 مللي بس مقبول. والوزن تقيل شويه في اللعب والاستخدام الطويل 212 جرام مش هعتبره مقبول. المميز اكتر انه بيدعم مقاومه مياه معيار اي بي 68 وشريحتين نانو 5G مع اعلى اصدار واي فاي 7 واعلى اصدار بلوتوث 6 NFC IR بلاستر خاصيه الريموت. وبيدعم الواجهه الجديده من شاومي هايبر او اس 2 مع اندرويد 15 و4 تحديثات رسميه. اتمنى يكون من الاجهزه اللي هيوصل لها من 6 ل 8 تحديثات رسميه، هيكون قوي جدا ومنافس. وطبعا ميزات الاي اي المعتاده من شاومي وكل ده مع انيميشن جميل وسرعه في الحركه والتنقل بمساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير ممتاز جدا وقريب شويه من تجربه الايفون. لو انت مستخدم ايفون سابق هتلاحظ ده. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيك وكفايه كده. وتعالوا نشوف الكاميرات. وعندك 3 كاميرات، الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري والثانيه 50 ميجا زوم مع مثبت بصري و2.5 اكس اوبتيكال زوم وبتوصل لحد 60 اكس ديجيتال والاخيره 32 ميجا الترا وايد. وقبل الصور حابب اوضح ان الكاميرات مقبوله بس مش قويه زي المنافسين بنفس سعره. هو في الاساس مخصص اكتر للالعاب. في الالترا وايد مقبول تفاصيل وضوح اضاءه الوان. في الاساسيه مقبول بس تحسها مرسومه خصوصا الحيطه. مع زوم 2.5 اكس يعتبر نفس الكلام مع اضاءه مقبوله. مع زوم 5 اكس باين جدا ان الصوره مرسومه. الوضوح والتفاصيل اقل وتحسها شبه لوحه مرسومه. مع زوم 10 اكس مقبول ما خسرش كتير من التفاصيل وشايف انه افضل فيه الوضوح من ال5 اكس مع اضاءه مقبوله. مع زوم 60 اكس مقبول تفاصيل مقبوله. في العزل مقبول وعزل كويس مع تفاصيل مقبوله اضاءه والوان مقبولين. هسيبك تركز في الصوره كويس وتحكم على التفاصيل والوضوح والاضاءه وطبعا الالوان واكتب رايك في الكومنتات. في الورق بيقدم تفاصيل مقبوله جدا وضوح مقبول الوان مقبوله. تفاصيل مقبوله وضوح والوان مقبولين. في النايت مود مع الالترا وايد مقبول لكن الضوء ضعيف وضوح المباني ضعيف. في الاساسيه مقبول وضوح افضل واضاءه افضل. مع زوم 2.5 اكس يعتبر نفس الكلام مع اضاءه مقبوله وتفاصيل افضل. مع زوم 10 اكس مبكسل جدا مع وضوح ضعيف اضاءه مقبوله. مع زوم 60 اكس ضعيف جدا مفيش تفاصيل واضحه والاضاءه ضعيفه. صوره مقبوله تفاصيل ووضوح مقبولين. وضوح وتفاصيل مقبولين جدا اضاءه مقبوله الوان مقبوله. في العزل مقبول تفاصيل مقبوله. عازل كويس مع اضاءه مقبوله. هسيبك انت تحكم بنفسك على الصوره. ركز كويس وقول لي رايك في الكومنتات. كفايه صور وتعالوا نشوف تصوير الفيديو. هو بيصور 8K 24 فريم و4K 60 فريم. بشكل عام مقبول اضاءه مقبوله تفاصيل ووضوح مقبولين. مقبول في الحركه والمشي مع الالترا وايد لكن تحس الفيديو مبكسل. مع الاساسيه مقبول وثابت في الحركه والمشي مع وضوح وتفاصيل افضل. كاميرا الزوم مقبوله في التفاصيل والوضوح والاضاءه وثابته كويس في الحركه. والسيلفي 32 ميجا بكسل مقبول لكن مش قوي في التفاصيل
التفصيل، اضاءه مقبوله، الوان مقبوله. في العزل كويس، وضوح وتفاصيل مقبولين مع اضاءه والوان مقبولين. وللاسف بيصور فيديو 1080 60 فريم بس، مفيش 4K. مقبول وثابت في الحركه والمشي، اضاءه عاليه، وضوح مقبول. في البورتريه فيديو مقبول جدا، عازل كويس في الحركه، اضاءه مقبوله. في النايت مود ضعيف جدا، تفاصيل ضعيفه جدا، مفيش وضوح ولا اضاءه، كأن في ضباب على الوش. والبطاريه مقبوله في الاستخدام، هي 5300 ملي امبير، تكفي استخدامك وزياده. بينزل بشاحن كبير 120 واط مع متوسط مده شحن حوالي نص ساعه. وللعلم بعض النسخ منه بتنزل بدون شاحن، فلازم تتاكد قبل الشراء. وبيدعم شحن لاسلكي 50 واط. بيتوفر بنسختين رام بس، 12 جيجا و16 جيجا، بتردد عالي 5300 ميجا هرتز من نوع ال بي دي دي ار 5 اكس. ومساحه التخزين باعلى نوع نزل حاليا يو اف اس 4.1، ونوعين بس 256 جيجا و512 جيجا، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. باختصار عايزين نعرف الموبايل ده يستاهل وهل تشتريه ولا لا. عجبني التصميم، جميل وافضل من تصميم ريدمي، بس ليه مش بيدعم الاي سيم؟ عجبني الشاشه، جوده، الوان، سطوع، وتستحمل الخبطات، بس الكاميرات مش الافضل بين المنافسين في سعره. عجبني البطاريه والشحن الكبير مع شحن لاسلكي، وعجبني مقاومه المياه، الفريم الالومنيوم، السوفت وير الجديد، والمعالج الاقوى حاليا. السعر عالي جدا، نسخه 12 مع 256 جيجا على موقع علي اكسبريس الصيني وصلت $714، طبعا غير تكلفه الشحن. مش عارف صراحه هيثبت على السعر ده ولا هينزل شويه، لانه عالي جدا، وبسعره تقدر تشتري منافسين افضل منه. بس في العموم ينفعك في الاستخدام العادي، الشغل، التصفح، المشاهده، شويه التصوير. هو حلو بس مش قوي زي المنافسين، والاكيد الالعاب وهو مخصص ليها. في الحالات دي اقول لك اشتريه، وطبعا في سعره في بدايل افضل في الكاميرات، انت اكيد عارفهم. طب لو مش عارفهم اكتب تعليق واعرفك. والحين ظبط سعره مش هفضله، لانك بنفس المواصفات دي هتلاقيها في نسخه الصينيه ريدمي كي 80 برو، طبعا عارفين سعرها اقل، فاستنى شويه لما سعره ينزل وبعد كده اشتريه. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن، ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.